الحكاية وما فيها ابتدت لما مليت ازازة المية وكل شوية بتفضى. أهلا بيكم في ستوري تايم جديدة عن أصحاب الخواتم اللي بيجولي عشان أعمل لهم خواتم جديدة. الحكاية وما فيها إن في واحدة كلمتني وتواصلت معايا في المجموعة اللي أنا واخداها دلوقتي علشان تاخد خاتم، وقالت لي إنها معجبة جدا بالخواتم وبالبراند وعايزة حاجة قوية كده من أسرار سارة. قلت لها المفروض على الخطوات اللي بتتم لحجز الخواتم كالعادة، والمفروض ان في 50% بتدفعوا، وحولت الفلوس كلها. وقالت لي معلش بس انا عايزه اقولك على حاجه، ان انا بشوف كوابيس كتيره جدا ونفسي انها تخلص. طبعا نصحتها انها تعمل الكفر المنامي او التحصين اللي قبل النوم علشان تتجنب كل الكوابيس دي. واول ما اخدت بيانات الشخصيه دي، اول حاجه حصلت، انا في ازازه ميه جنبي كده بتبقى على الكومودينو اللي جنبي، يعني من حين لاخر بشرب بق ميه، فانا بملاها. اول ما بتخلص مليت الازازه وانا متاكده ان انا مليتها، ببص تاني واتلهيت وعملت حاجات، ببص تاني جنبي لقيتها فاضيه. تاكيد انا ما اخدتش بالي، ويمكن انا نسيت او اختلط بيا الامر. خدت الازازه ومليتها لتاني مره واتلهيت وعملت حاجات، جايه ببص تاني على الازازه عشان اخد اشرب منها، لقيتها برضو فاضيه. خدتها لتالت مره ودخلت مليتها وحطيتها جنبي، وفضلت مركزه معاها شويه كده لحد ما برضو اتلهيت، والتالت مره لقيت الازازه فضيت. استغربت قوي، لا كده الموضوع فيه حاجه غريبه، وانا ليا ايام معينه بشتغل فيها، ما حطيتش في بالي وقلت كده كده هعرف في الايام الشغل بتاعتي. غريب قوي موضوع الازازه اللي بتفضى، والله ده حصل. وعندما ابتديت اشتغل عرفت كالاتي، وحاجه بقالها زمن الزمن ما قابلتهاش، خصوصا من ساعه ما عملت براند الخواتم. يعني بشوف حاجات تانية، بس اللي انا شفته ده كان غريب قوي. ومش غريب، اشمئزيت منه جدا. لقيت ان صاحبة الخاتم او اللي عايزة خاتم من البراند بتاعي اكلة السحت وواكلة مال يتيمة، طفلة صغيرة، وعايزة اقول لكم انها بتعملها اقبح المعاملة، والمفروض انها عمتها ومسؤولة عنها، بس بتعذب البنت وواكلة مالها للأسف الشديد. طبعا على الفور رجعت لها فلوسها وما اشتغلت لهاش الخاتم، لأن إلا واكل مال اليتيم أو آكلين السحت. وبعدت لها وقلت لها ما تستغربيش إنك انتي هتشوفي كوابيس اللي جاية أعظم. طبعا كانت عايزة تعرف إيه السبب إن أنا ما عملت لهاش الخاتم، ولكن أنا ماليش إن أنا أقول لها إيه السبب. حولت لها الفلوس وقلت لها رجعي نفسك، غالبا كده هي من متابعيني وأكيد الفيديو ده هتشوفه، فرجعي نفسك إلا آكل اليتيم. عشان كده عرفت ليه المية بتنقص. خير الله، المية جاية من مية المحاياة، فكانت علامة ليا لحد ما تيقنت أو عرفت هي ليه بتشوف كوابيس وليه حصل موقف المية ده معايا. عشان في حاجة غلط، واحنا ما بنعملش خواتم للناس الغلط، احنا عنصر مساعد نشاور للناس على الصح والغلط، ولكن اللي بيحاسب رب العباد. أما نعين الناس على الخطأ ونسيبهم يستمروا وهم عارفين إنه خطأ ومستحلينه، فحد الله. استقيموا واستووا يرحمكم الله.